اهلا بيكم في موقع كلاكيت فن. أثارت الدعوات اللي تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالنزول للتظاهر يوم 11 نوفمبر القادم لإسقاط النظام الرأي العام المحلي والدولي، وتباينت الآراء بين مؤيد للتظاهر يراها حقا وضرورة وبين معارض لها يراها مقدمة للفوضى لحساب أجندات أجنبية، وبين هذا وذاك يوجد فرق ثالث يرى ضرورة النزول ليس للتظاهر وإنما لمنع الفوضى. هنكلمكم النهاردة عن بعض الفنانين اللي أيدوا النزول واللي عرضوا النزول. الفنانة سماح أنور وصفت المشاركة في هذه الحملة بأنها خيانة، وقالت وجود السؤال اعتراف بأنه وارد، وبالنسبة لي شخصيا غير وارد، وأنا أعترض على السؤال نفسه لأن ذلك بمثابة اعتراف من الصحافة والإعلام بأن المظاهرات على هذا الشكل وارد، والحكاية ليست بهذا الشكل، والميديا هي التي تعطي الموضوع وزنا ومعنى أكبر من حجم. وقال الموسيقار حلمي بكر: أنا ضد النزول، وفي حين نزولي سيكون لكي أمنع الفوضى والخلل ولكي أنفذ الذي لم ينفذ من قبل. وتساءل بكر: إلى متى سنظل صامتين؟ مستطردا معنى النزول إني أتحدى كل من هينزل والحد من الفوضى. وأضاف: هي حاجة من الاتنين، الشعب يجلس في بيته في هذا اليوم، والذي سوف ينزل يقبض عليه من جانب الشرطة والجيش، وكل من ينزل يحاكم محاكمة عسكرية. أما الفنان أحمد عبد العزيز فأكد أنه ضد التظاهر ولا يريد أن يتحدث في أي تفاصيل في هذا الموضوع، وقال: لماذا الميديا تقوم بإلقاء الضوء على هذا الموضوع؟ فهي بذلك تزيد من درجة اشتعاله، موضحا أنه كلما تتحدث الميديا عن الموضوع وتحضر له فإن ذلك يمثل حشدا له. الفنان عمرو رمزي قال: لست مع دعوات النزول للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل لأني لا أعلم مصدرها، وأنا ما بروحش مشوار مش عارف آخرته إيه، فليس من المنطقي أن تحرك حملة على الفيسبوك غير معروف من الذي وراءها من الشعب المصري، ومن يريد التظاهر فعليه الحصول على تصريح رسمي بالتظاهر السلمي. وقال إنه فعلا في عديد من المشكلات في المجتمع اقتصادية واجتماعية، وتعتبر الحكومة جزءا من أسبابها، ولكن الجزء الأكبر من هذه المشكلات بسبب بعض سلوكيات كبار التجار الذين يهدفون إلى الربح. وقال: أنا شاركت في ثورة 25 يناير عندما كان هدفها واضح، وشاركت في حملة تمرد قبل رحيل مرسي ب7 أيام، أي لو لم يسقط مرسي كان زماني في السجن، فأنا ما بروحش مشوار أنا مش عارف آخرته إيه. أما الفنان إيهاب توفيق والفنان أشرف زكي رفض الحديث في الأحوال السياسية، كما اعترض شريف منير على السؤال عن الحدث من الأساس. أما الفنان أحمد راتب فقال: لن يحدث جديد ولن أتكلم في هذا الموضوع، في حين أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي أن الفنان مواطن ومن حقه أن يعطي آراءه السياسية، لكن بالنسبة لها لا تحب التحدث في السياسة لأنها إذا تحدثت في السياسة فلا أحد. والفنانة وفاء عامر قالت: أرفض دعوات التظاهر في 11/11 ومتفائلة بالمستقبل. وقالت: ان احنا غيرنا حسني مبارك املا في انخفاض الاسعار ولم تنخفض، وغيرنا محمد مرسي وقلنا عليه خاين وعميل وسينجرف بمصر الى ما لا يحمد عقباه، ولم تنخفض الاسعار ايضا. اما لو تغير الرئيس عبد الفتاح السيسي فلن تصبح هناك دولة اسمها مصر. وفي بعض النجوم اللي دعوا للنزول في هذا اليوم مثل الفنان عمرو واكد والفنان خالد ابو النجا والفنان محمد عطية. شكرا لمتابعتكم كلاكيت فن، وياريت تدعمونا بلايك وسبسكرايب لمتابعة كل جديد.